السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن ايه هو الذكاء الاصطناعي بشكل عام وبشكل دقيق. فجهز سماعاتك وافرد ظهرك كده وصحصح معايا ويلا بينا نبدأ في الحكاية. اول حاجة كده وقبل ما نبدأ ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيبقى متقسم لست فقرات او 6 اجزاء زي ما تحب. اول جزء هيبقى عن هو ايه الذكاء الاصطناعي ده او يعني ايه الذكاء الاصطناعي. تاني جزء يبقى هو ازاي بيتعلم الذكاء الاصطناعي. تالت جزء عن انواع الذكاء الاصطناعي. رابع جزء يبقى هل ممكن ان الذكاء الاصطناعي يتحكم فينا. خامس جزء هيبقى هي ايه استخدامات الذكاء الاصطناعي الحقيقية. سادس جزء وديت هتبقى الخاتمة او النهاية. فيلا جهز نفسك ويلا بينا مع اول جزء. اول جزء بيقول يعني ايه اصلا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ببساطة هو لما نعلم الكمبيوتر او الآلة انها تفكر او تتصرف زي الانسان كده، تحلل، تتعلم، تاخد قرارات. بس هو مش مجرد آلة بتنفذ اوامر ولا قرار بس، دي بتتعلم من التجربة برضه. فاكر لما سألت شات جي بي تي سؤال، او لما اليوتيوب يرشح لك فيديو عجبك، او حتى موبايلك فاهم انك رايح الشغل لوحده؟ ده مش صدفة، كل ده من الذكاء الاصطناعي. الجزء التاني بقى هو ازاي اصلا الذكاء الاصطناعي ده بيتعلم. الذكاء الاصطناعي بيتعلم يا صاحبي من الداتا او حاجة اسمها البيانات. كل لايك بتعمله او كل صورة بترفعها، كل كلمة بتكتبها بتغذي بيها النظام. بيبدأ يتعرف على أنماط، يعني مثلا لو وريته 1000 صورة القطة هيبدأ يعرف شكل القطط، ولما توريله صورة جديدة هيقولك ايه ده، قطة، من غير ما يكون شافها قبل كده. فأكيد الذكاء الاصطناعي بيتعلم. تالت جزء وهو أنواع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عندنا نوعين. أول نوع وهو النارو اي اي الذكاء الاصطناعي ده بقى اللي احنا بنشوفه حوالين واللي احنا بنستخدمه دلوقتي، بيعمل مهمة واحدة بس زي سيري واليكسا. اما بقى التاني وهو الجنرال اي الذكاء الاصطناعي العام. بقى النوع الوحش من الذكاء الاصطناعي، اللي لسه العلماء بيحاولوا يوصلوا له، يكون عنده وعي حقيقي زي الانسان بالظبط، بل وأذكى منه كمان. الجزء الرابع يعني غريب شوية. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يتحكم فينا؟ اللي انا اعرفه. هنا بقى ندخل في الرابع الحقيقي. ناس كتير زي ايلون ماسك وستيفن هوكينج قالوا ان الذكاء الاصطناعي لو اتساب من غير رقابة ممكن يكون خطر حقيقي على البشرية كلها. تخيل ان ال AI يقرر ان البشرية عقبة في طريقه، هيبقى عامل شبه الفيلم الترمينيتور، مش بعيد يتحول لحقيقة. الجزء الخامس بقى استخدامات الذكاء الاصطناعي. مش لازم تخاف من الذكاء الاصطناعي على طول، ده اللي احنا بنستخدمه، البسيط الجميل. استخداماته بقى بيستخدم دلوقتي في حاجات عظيمة جدا على فكرة، زي تشخيص الأمراض بدقة وتحليل البيانات في وقت قياسي، قيادة السيارات بدون سائق، وتحسين التعليم. مجالات لسه بتكبر يوم ورا يوم. يعني الذكاء الاصطناعي مش مجرد تكنولوجيا، لا، دي صور اللي بنعيش بيها ونتعلم بيها ونتواصل بيها. السؤال هنا بقى، هل احنا مستعدين للثورة دي ولا هنكون ضحايا ليها؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات واشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولا حابب تعرف اكثر عن عالم التكنولوجيا في المستقبل اكتب لي في الكومنتات. كان معكم احمد من قناة احمد للعلم، ودمتم في رعاية الله.